الفيلم كيبدا بفرنسا وبالضبط في باريس سنه 2010. في هذا الوقت المعدل ديال الجريمه كان كبير بزاف، اش منك يا كريساج، اش منك يا قتل وتبزنيز ومخدرات. المهم الدعوه زاهيه، الحكومه ما صورت والو من هاد الاحياء اللي فيهم هادشي كامل، حتى كتشد شي رئيس ديال العصابه حتى كيخرج لها شي واحد واكثر منه. داكشي علاش الحكومه قررت تخوي دوك الاحياء من الناس دراوش وخلات غير وجوه الشر يبقاو مع بعضياتهم. ديك اللعبه ديال اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين، وانتم قولوا امين. ودورات الصور على الاحياء كاملين وخلاو البوليس حاضينهم الدخله والخرجه. الاحياء منين عرفوا هذا الشيء ولقاو السيبه وداروا ما بغاو، وكاع الانواع ديال الجريمه كاينه، وارخص حاجه كاينه في دوك الاحياء هي بنادم. وباش تعيش في دوك الاحياء خاصك تكون جن. في واحد العماره اللي كانت في هاد الاحياء شعبيه كان واحد الرئيس ديال واحد العصابه اللي سميتو ليطو، اللي كان حاطط جوج ديال الرجال حدا الباب وجوج اخرين حدا السانسور، واي واحد داخل ولا خارج كيتقلب. وديما ملي كتسمع شي رئيس ديال العصابه يجي لك في بالك شي شيباني كرشو كبيره وشاد السيجار وكيدوي غير بالسلاح. لا لا لا، شي ليطو هرس هاد القاعده. اخونا تبارك الله شبعان لونطريما، ولا بغيتي تهور وتزام عليه وغادي يخلي ضربك اخويا وغيخلي سيرتك على كل لسان. ليطو كان كيخوي شي ساشيات ديال المخدرات. تا وقفات واحد الطوموبيل حدا العماره ديالو، نزلوا منا شي رجال دار معاهم واحد خونا سميتو كادو، وتبارك الله انطار ديال اللحم غادي على رجليه. خونا كاع باري. سولوا على ليطو قالوا ليه راه ما كاينش، ولكن كادو ما تيقومش وبدا كيدي ويجيب معاهم في الهضره. ولكن خوتنا بداو كيدافعوا فيه وصافي غير اخي كادو ولا غادي تجيبها في راسك. قال لهم ها هي النمره ديالي، منين يجي عيطوا لي. واحد من الحراس عطاه يديه باش يكتب ليه النمره. حتى وقفوا الطوموبيلات ديال العصابه، الحراس بداو كيتفافاو. هنا كادو طرطق لواحد خونا عنقو وضرب واحد خونا بواحد الركله وجابوا الكاو. العصابه طلعت كتقلب على ليطو وهما طالعين. ليطو مازال كيخوي الماء على المخدرات باش يتهنى منها. كادو وقف على خوتنا اللي كانوا حاضين السانسور، قتل منهم واحد وبدا كيهدد في الثاني باش يوريه الرقم ديال الشقه اللي ساكن فيها ليطو. خونا بالخلعه قال لي راه الشقه رقم 7. كادو قال لي الله يرحم والديه وشكروا بواحد القرطه سرات. العصابه بدات كتقلب على الشقه 7، ولكن الصدمه كانت باللي كاع البارطمات راه ما فيهمش نوامر. هنا كادو ولا خدام عشوائي، واي بارطمان لقاه قدامه كيدخل ليها. دخل وحده وتبعت على واحد الشينوي مسكين كان جالس ما عليه ما به، جرو من شعره وقال لي يلاه وريني الشقه 7 اللي ساكن فيها ليطو. خونا غادي مسكين كيغوت وكادو جفف به العماره كامل. في نفس الوقت ليطو سمع صداع وعرفهم راه جايين ليه ويبدا كيزرب على المخدرات باش يخسرها كامله. العصابه وصلت حدا الباب وبغاو يتاكدوا واش كاين تما. يلاه بداو كيسمعوا ليطو يهرس عليهم الباب. الزواق يا معلم، كان واحد الويلي كان باغي يشدو وخونا طياره وما عندوش العظومه. ليطو هربان والعصابه تابعينه ودخلوا لواحد البارطمون ومول الدار مسكين ما فهم حتى حاجه، وكتسمع ورا داز من هنا ورا مشى من ليه. والعصابه راه ما باغيينش يقتلوه حيت الرئيس ديالهم بغا يشوفوا حي. ودي لا قديتو تقتلوه غير قتلوه. وكاينين 9 راهطين وهاد ليطو وهو العاشر ولد الجد، وكينقز بحال الزوا مسافه طويله كينقزها بحال الضح. وفي واحد اللحظه نقز وشد في واحد الحبل. واحد خونا بقى تابعو جا بعبار مع واحد طوموبيل. شي واحد اخر بدا كيطل من الشرجم. شي واحد قال ليه طلطل تموت بالضح. وليطو جاي ليه كطلع وليدي هاك الفقيره تمك وزعزع عليه الجمجومه. المهم خونا هربان والعصابه تابعينه ما قدروش يشدوه. وصلوا لواحد الدار اللي كانت عاليه بزاف، حتى واحد ما قدر ينقز منها من غير ليطو وهكذا منع راسو. الخبار وصلت عند الرئيس ديال كادو اللي كان سميتو طه وما تسرطاتش ليه. صيفط عصابه على قدا وما قدروش يشدوا ليطو. وعرفنا باللي المخدرات اللي خسر ليطو كان ديال طه. اللي سولوا واش عندكم شي فكره باش نشدوا ليطو ونرجعوا فلوسنا. هنا خوتنا بداو غير كيدوروا في راسهم، ولكن طه صبروا قليل، جبد واحد السلاح وبدا كيطيح في جدهم واحد بواحد. وملي جات النوبه ديال كادو وبدا عليها العار راه غادي يمشي ليا لوضو. طه قال لي يلا دوي ورا لا شي فكره ولا نفش الغليظ اللي قالها لك. يا ودي على كادو، راه شحال من كادو في الدنيا حاكم فيه واحد بحال طه. خونا بالخلعه قال لي اش بان لك الشاف نشفروا خط ليطو اللي كانت سميتها لولا، وانا متاكد باللي غادي يجي يقلب عليها حيت عزيزه عليه بزاف. طه عجباتو فكره وقال لي مشات. حتى كتبان لينا واحد البنت خدامه في لاكيس ديال اسواق السلام ديال فرنسا، وهي خدامه حتى دخلوا عليها وجروها وعرفناها باللي راه هي لولا وداوها صحه. وكيف ما قلت لكم ارخص حاجه في هذه الاحياء هي بنادم. طلعوها في طوموبيل وكسيري نيشان المقر ديال العصابه. كادو دخلها. الرجال ديال العصابه بداو كيلوحوا على الهضره. واحد القرع بدا كيتحمس بزاف وطلعت هي ما ساهلاش، ضرباتو بواحد الكروشي حتى حسب سنانه. هو حاجه الكاميرا كيبانوا ليه وصلوا. دوا مع واحد من الرجال ديالو وقال ليه خرج للحي ونشر الخبر باللي راني شفرت لولا. يلا تحرك من حداه ويهبط عليه ليطو من السقف. ما عرفش راسو باش السبله. ليطو جبد عليه واحد الموس وحطو لطه على عنقه وبدا عليه وانت تشفر لي اختي والله الا هي ديال الاخرين. كادو دخل حتى كيبان ليه الشاف ديالو غادي يصفي عليه ليطو. كادو نزل الارض وعطى السلاح لولا. يلا غادي يخرجوا باش يهربوا بحالهم. تلقاو العصابه كاملين كتسناهم على برا. ليطو قال لهم اي حركه غادي نحر لكم الشاف ديالكم ونشرب لكم من دمه. يساوي ولد الجد. وهما خارجين من الوسط وحاضين معاهم حتى وصلوا للباركين. غير ركبوا الطوموبيل
لولا هي اللي كانت سايقه وغبرات المسمار وهربات، وبداو كيهجموا عليهم. القرطاس هو اللي كيدوي في هذه اللحظه، وواخا العصابه كانت منتشره في البلاصه كامله، ولكن لولا طلعت شي فوره ديال بصح قدرت تمنع راسها وتهرب. العصابه ديال امارات الحديد وتبعوهم، ولكن كان فات الفوت، حيت لولا كانت قصدات البوست ديال البوليس، وغير وصلوا عند البوليس والبوليس تخلعوا، حيت عارفين طه مافيوزي خطير وما ساهلش. الشاف ديال البوليس تخلع وبغى يزربنا على ليطو، قال لي واش عندك شي دليل باش شطاها؟ وليطو ما عطلوش ويجبد لي واحد الباليزه شبعانه سكر كلاصي. شويه العصابه وصلات ودوروا البوست، وتادوا راه ماشي عصابه، هادو راه جيش ولا الجد. واحد من البوليس شدوا مع الشاف، قال لي باللي العصابه راهم محاصرين البوست. الشاف عطى الامر للضباط باش يشدوا ليطو ويطلقوا طه ياك وجد. المهم طه كبر كرشو وقال الشاف راه غادي يدي معايا البد، وليطو مسكين عيا ما يغوت، ولكن والو طه ما مفاكش معاه، ضرب عليه بواحد الكروشي ويضرب على كتفو، قال لهم تهلا. الشاف جا عند ليطو وبدا كيشرح ليه وقال لي غير اسمح لي راه ماشي الخاطري. ليطو خلاه تاسال هذيك الخطاب ديالو ويغشي ليه راسو وسط واحد الكرياج، نقز عليه حتى للفوق ويهبط عليه بركبته. جنازته رجل. دازت مده كيبان لينا واحد خونا اللي سميتو كارلوس، مافيوزي ديال بصح ومعروف غادي مع الرجال ديالو، وكان فيهم واحد مشاكك اللي هو العيد اليمنيه ديال كارلوس. المشاكك مازال جديد ولكن قدر يكسب الثقه ديالو. كارلوس كان عنده واحد كازينو تحت واحد السوبر مارشي، دخل الكازينو كيشوف الامور كيبان ليه كلشي بخير. مشى لواحد البلاصه اللي كيحطوا فيها العاق، سولهم ياك هانيه الدعوه. المحاسب قال ليه راه كلشي بخير، ولكن مؤخرا كانوا واحد جوج ديال الرجال اللي كيجيو حدا الكازينو وكيبقاو حاضرين، وخونا شك فيهم وهما مازالين كيدويو. كتبان لهم في الكاميرا باللي البوليس هجم عليهم. كارلوس شك باللي كاين شي واحد برقاق معاه في العصابه، كان شاك في واحد خونا جبد السلاح هو يغرب له، راح سخن هذاك المشاكك مشى جبد السلاح ديالو وبدا كيهدد فيهم. خونا حيد البيريل وعرفنا باللي هو واحد الضابط وكان سميتو داميان، عام كامل هو خدام معاهم وكان مراقب كارلوس، وتسنى هذا النهار اللي كيجمعوا فيه الفلوس وعلى من المقر باش يهجموا عليهم فيه. الرجال ديال كارلوس بداو كيخرجوا، داميان عطى الاشاره للضباط اللي كاينين في السطح باش يجيو يديو كارلوس. يلاه لاحوا ليه واحد الكابلي باش يربطوا. داميان ضرب كارلوس هو يجيبوا الكاو، علقوا في الكابلي. العصابه بداو كيضربوا في الباب حتى فرعوه وقدروا يدخلوا، وما كاين غير القرطاس يتشاير. حتى كيبان لهم باللي داميان مازال كيتسناهم ورا الباب. ايوا الروينه والبلباله. وهاد داميان طلع حتى هو ناضي وما سهلش، وحتى هو اللي كيجي عنده كيتهلا فيه. وصلهم كاملين حتى جا لي واحد الوين هو يهجم عليه بالسلاح ديالو، وداميان هربان والقرطاس تابعوه مسكين. هبط لتحت واحد خوتنا كيتسناهم وما كاين غير سكيبي اخي عبد السميع خونا ناضي، واللي كيجي عنده كيشربوا القهوه. قدر يخرج والفرقه دخلات واعتقلوا اللي مازالين عايشين، اللي كان منهم كارلوس اللي بدا كيعرف داميان من اللي جابو، ولكن القرع كان عارف باللي كارلوس عزيز عليه الطوموبيل ديالو، جابها حتى لحداه ويبدا يغربل فيها كامله قدامه وسد عليه الباب وصيفطوه للمقر. في نفس الوقت كيبان لينا داميان مشى عند القائد ديالو باش يشرح ليه المهمه الجديده اللي عنده وخاصو يديرها في واحد الوقت اللي قليل. القائد خلى ليه واحد خونا اللي غادي يشرح ليه المهمه وشنو هي، وداك خونا باين عليه مهم في البلاد. البلان ما كاين، هو واحد الطوموبيل كانت هازه واحد القنبله وغاديه لواحد القاعده عسكريه، حتى جاو ليها شي براش ملي كانت واقفه في ستوب، داروا ريوسهم غادي يمسحوا الزاج ولصقوا واحد القنبله صغيره غير تفرقعات. جاو جي رجال خرجوا الشيفور واللي كان معاه وديماروا الطوموبيل، ومن البوليس تبعوا هذيك الطوموبيل لقاوها كاينه عند خونا وحبيبنا طه غير وصل الصندوق وبغى يشوف شنو طاري فيه، ولكن بلا ما يحس لقى راسو اكتيف القنبله، ودابا راه عندهم 24 ساعه والقنبله غادي تفرقع. داميان قال لهم ايوا صافي وهذا بلان زوين، يلا نتهناو من طه والعصابه ديالو. القائد قال ليه القنبله الا تفرقعات غادي يوصل الاثار ديالها ل 8 كيلومتر، يعني غادي تقتل بزاف ديال الناس اللي مساكن ما داروا حتى شي حاجه، والمهمه ديالك هي ترجع القنبله قبل ما يطرى هذا الشيء. داميان رفض حيت ما عندوش فكره وما عندوش معلومات على الحي ديال بي 13، ولكن من بعد قالوا ليه راه ما غاديش تكون بوحدك، حيت غادي يكون معك واحد خونا اللي ساكن تما وعارف الحي مزيان اللي هو ليطو اللي كيعرف غير الماكله ولونطريمون. سولهم داميان عليه وقال لهم فين كاين، قالوا ليه راه في الحبس وانت خاصك تقنعو باش يخدم معاك ياك المرضي. الصباح كيبان لينا الحراس مشاو عند ليطو الزنزانه ديالو وقالوا ليه اليوم غادي تخرج من الزنزانه ديالك حيت غادي تبدل السجن. خونا خرج معاهم بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه ومشى ركب طوموبيل. شويه دور راسو حتى كيسمع الصداع، كيبانوا ليه الحراس منوضين البلباله مع واحد خونا اللي مخرجينه، ما كاينه ضربه من هنا ضربه من لهيه حتى ركبوه معاه في طوموبيل. المسجون طلع هو داميان ودار راسو ساجين بالعاني باش هكذا يقد يتقرب من ليطو. جبد واحد الساروت اللي كان شافرو الحراس وبدا مضارب مع المينوط باش يحلو. ليطو هو يسولو قال ليه انت اش كدير هنا؟ قال لي انايا جيت نقتل واحد خونا اللي قتل لي عائلتي، يلا غادي ننتقم منه والبوليس شدوني. سولو ليطو قال ليه شكون هاد خونا؟ داميان جاوبو قال لي راه سميتو طه وانايا ما غاديش نشفاك معاه، ولقيت اللي مشيت عنده لقيتو رابط واحد البنت اللي كانت سميتها لولا وكيتعامل معاه بحال شي حيوان. ليطو غير كيسمع ليه وكيدور الهضره في راسو. شويه هو يقول لي صافي انا غادي نمشي معاك ونتاقموا مع طه. وداميان دار له هذا القالب ديال لولا بالعاني باش يزيد يتقرب منه اكثر. داميان قد يحل المينور ولا حساروت ليطو ومشاو قصدوا الضباط، لاحوهم من الباب وضرب واحد العازل اللي كاين في طوموبيل باش ليطو يدخل عنده، واخونا ما عندوش العذار. شويه جلس حداه وكسيره ونيشان جهه الحي ديال بي 13. البراج اللي كاين في الدخله ديال الحي بغاو يوقفوهم ولكن معامن
خوتنا مغمبرين المسمار ودخلوا في كل شيء، واي واحد كيجي قدامهم ما كاينه بسم الله وهما غاديين، الفران تقطعوا ما كاينش كيفاش يوقفوا، جابت لهم واحد الطوموبيل ودخلوا فيها ومعاه وقفوا ليطو ويضرب المينوط لداميان. ويلي واش هادشي اخي ليطو؟ قال لي انا راه من الاول عرفتك بوليسي وبقيت مسمك عليك حتى نوصل للحي ديالي. داميان كيقول ليه واحد لي المينوط وغادي يشرح لك كل شيء. خونا ما عقلش عليه، سمح فيه وقلب السادسعو وخلاه منه ليهم، حتى كيبان لينا واحد اللوين وباين عليه ما كيتفاهم وكيدوي غير بالسلاح. يلا كان غادي يضرب داميان ركلو بالباب، اللوين تلاح. داميان قلع هذيك الفولو وقصد لينا الرجال ديال اللوين وما كاين غير سكيبي اخي عبد السميع. الدعوه ترونات ركل فيهم واحد خونا وضربوه بالباب، شويه كيبانوا ليه بزاف ويقصد اللوين وبدا كيهدد فيهم. والله ما رجعتو حتى نحيد ليه راسو، كلشي تكالما ويحيد يديه وخلى الفولو لاصقه في راس اللوين وهرب معلم. نرجعوا عند طه اللي كان في البيرو ديالو ورابط حداه لولا اللي باين عليه دوزات الجحيم معاه. حتى جا عنده كادو وقال لي باللي راه ليطو هرب من الحبس. طه عرف باللي ليطو غادي يقصدو، مشى كيوجد في العصابه ديالو وفي نفس الوقت ليطو كان حاضر. يلا غادي يدور راسو حتى تجا ليه داميان وخشى ليه واحد الكروشي وهو يدوخو وزرب عليه وضرب ليه المينوط. ليطو مسكين ما عرفش راسو باش السبله وبداو كيدويو حتى على الشيطان واتحدوا بجوج باش يخدموا مع بعضياتهم. وداميان عاود ليه البلان ديال القنبله اللي عند طه. ليطو خدا من عند داميان تليفون وعيط نيشان لطه وقال لي رانا معايا واحد البوليسي وغادي يدير معاك صفقه على ود القنبله اللي عندك. وعطاه البلاصه ديالهم والبوليسي هو يسخط وبدا كيغوت على ليطو. قال لي انت ما مركتيش عطيه البلاصه ديالنا. ليطو جاوبو قال لي انا ساكن في هذا الحي وكنعرف طه احسن منك، غير تبعني في هذا الشيء ديالي وما تخاف. شويه كيبان لينا كادو جاي هو والعصابه وقاصدينهم. مشاو عند طه اللي ما عطالهمش وسولهم نيشان على الصفقه. ليطو جاوبو قال لي راه الحكومه غادي تعطيك مليون ديال الدولار باش هكذا تاخذ من عندك القنبله. داميان غير مصدوم وكيشوف كدا ملي كيجيب هاد النوامر هاد وجد. طه طلع طماع وبغى اكثر باش يزيد يتاكدوا. عطاهم يشوفوا القنبله حتى كتبان لهم رابطه في واحد الصاروخ ورابط معها لولا وباغي يصفيها لفرنسا كامله بسقط والدي. داميان بان لي هذا المنظر وعطاه 20 مليون ديال الدولار. عطاها ما زالش الهضره ودام معاه بالتيسير. داميان خدا التليفون ودوا مع الشاف ديالو وقال ليه المبلغ اللي طلبه. الشاف قال ليه راه هذا المبلغ كبير بزاف وما عندناش في الميزانيه ديالنا. هو يقطع عليه. داميان ما بغاش يبين باللي الشاف راه رفض. خدا من عندهم الرقم ديال الحساب ديالو وقال لهم الفلوس غادي يوصلوكم اليوم. طه ما عطالهمش وقال لهم مرحبا بكم عندي حتى نتاكد باللي الفلوس راه دازت وديك الساعه غادي تمشيو في حالكم. وهما غاديين بهم وخوتنا كيطيروا ودغيا هربوا للعصابه وخداو لهم السلاح والروينه والبلباله عاوتاني والقرطاس اللي خدامه معلم. منعوا راسهم وقصدوا واحد الحمام وهربوا من القنوات ديال المجاري. وصلوا الخبر باللي هربوا وبرد غدايدو في واحد خونا حتى جا ليه المحاسب ديالو وصدموا. قال لي باللي الحسابات ديال العصابه راهم خواو بمره وداميان راه قلبنا والحكومه راها قضات الغرض. الرجال ديال طه ملي عرفوا باللي الفلوس مشات وحاقدين عليه وبداو كيتشريو فيه. اودي اش من تشراو فيه داروا غربلوه. من بعد مشاو كيقلبوا على ليطو وداميان. يلا كانوا ناوي مساكن يهربوا حتى خرجت لهم العصابه وحاصروهم. كادو ولا هو الرئيس الجديد ديال العصابه وتفاهموا كاملين باللي الاولويه للقنبله وعطاهم واحد الطريق مختصره باش يوصلوا ليها دغيا. ومشاو كيطيروا طلعوا لواحد البنايه اللي كانت كبيره بزاف ولقاو فيها واحد خونا وتبارك الله ويدير السم الكادو. القرع بغى يزرب عليه نقز عليه بواحد الركله وداك الوحش بحال لا هرو هز واحد السلوم ويضربوا به ورعد ليه القهنصه. خونا كياكل العصا مسكين. ليطو غير كيهندس وكيشوف كي غنديروا يا سيدي ربي مع هاد المصيبه. بان ليه واحد الكابلي يلا هذاك الوحش غادي يضرب داميان ويصيفطوا ليه على يديه قدر يحكموا. خونا كيطير بحال الزوا كيدور عليه الكابلي حتى حكموا. هنايا القرع بغى ياخذ الصرف ديالو وكتسمع غير هاي 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 فاطمه شوفيني راني طاير بوم وجابوا دوده. قدروا يوصلوا السطح ديال البنايه اللي كانت فيه القنبله. ليطو مشى نيشان باش يعتق خصو وداميان مشى جهه القنبله وعيط لذاك خونا اللي مهم في البلاد اللي سميتو كلوغر باش يعطيه الكود. وهو كيدخلو ليطو لاحظ باللي الكود راه ماشي عشوائي حيت فيه الرقم ديال الشارع حتى السميه ديال الحي ب 13 كاينه تما. داميان قال ليه باللي هادشي غير صدفه ولكن ليطو ما تيقوش وما خلاش يدخل الكود وهي تنوض بيناتهم. يا ودي على الشيطان الله يهديكم يلا كنتو بعقلكم. وهما مضاربين الوقت غادي يسالي. داميان قدر يغلب ليطو ويلا كان غادي يدخل الكود يتنقز عليه لولا وحكماتو حتى سال العد التنازلي. والصدمه هنا هي القنبله ما تفرقعات وهنا داميان بقى فيه الحال وعرف باللي ليطو راه عنده الحق وكون دخل الكود كانت القنبله غادي تفرقع وكان بنادم غادي يموت بزاف. وداميان فهم باللي كلوغر كان ناوي يفرقع الحي وبقى فيه الحال بزاف. مشاو بجوجهم من المقر ديالو ودخلوا عليه. كلوغر بقى مصدوم وكيشوف فيهم وبدا كينكر باللي كان باغي يفرقع الحي. ليطو بدا كيدخل في الكود. كلوغر هو تخلع وقال لي باللي انا راه ما نقدرش نسيطر على الحي داكشي علاش قررت نتفرقعوا باش نعاود نبنيه من الاول. هو بدا كيعترف لهم بلا ما يحس. داميان كان جايب معاه واحد المصور اللي صور كلشي صوت وصوره. داك الفيديو انتشر في فرنسا بزاف ودار بالباله. البوليس قدروا يعتقلوا كلوغر في الاخر والدعوات كالمه. وفي الاخير كيبان لينا داميان موصل ليطو وختو الحي ديالو. داميان عيا مع ليطو باش يبقى معاه ويشوف ليه خدمه مع البوليس ولكن ليطو ما بغاش. توادعوا وكل واحد مشى بحاله.
داز 3 سنين، الحكومه القديمه تحيدات وجات حكومه اخرى وحتى حاجه ما تبدلات في الحي 13، بالعكس ولا معزول بواحد الصوت والجريمه زادت كبرات والحي ولا مقسوم على مجموعات وفيه بزاف ديال العصابات. الناس ديال السود داروا عصابه ديالهم والاسيويين حتى هما داروا عصابه وحتى من صحاب الحي حتى هما داروا عصابه، والقانون ديال الغابه هو اللي خدام. القوي ياكل الضعيف معلم، واللي عنده السلاح راه عنده الحصانه والسلاح هو اللي كيحدد القيمه ديالك في الحي. صاحبنا وحبيبنا ليطو من بعد ما وعدوا داميان في النهايه ديال الجزء الاول باللي الامور غادي تقاد كيلقى كلشي ما تبدل فيه حتى شي حاجه. داكشي علاش ديما كيجي للحي وكيبغي يدمر السور اللي دايره الحكومه وكيبدا يفرقع فيه. واحد النهار هو كيفرقع في داك السور البوليس جاو تابعينه وليطو بحال الزوا وعياو معاه ما بغاش يتشد ليهم، بغاو يزربوا عليه بالطوموبيلات ديالهم، ولكن خونا هو غير كينقز ولا مشى تهرب ليك غير نسى انك غادي تشدو. دخل بهم لواحد البلاصه اللي شبعانه نفايات، البوليس اضطروا يكملوا المطارده على رجليهم، ليطو بقى هربان ليهم ودخل بهم للمنطقه اللي فيها العصابه ديال السود. يلاه البوليس بغاو يهبطوا لقاو خوتنا موجدين راسهم تحت شعار الله يعمل شي واحد وزعم تاكل اللحم. الرئيس ديال العصابه هو كيدوي مع ليطو قال ليه داك الصور اللي انت باغي تفرقعو راه نافعنا وهو اللي بعد علينا البوليس، ولا مشيتي تحيدتيه راه غيوليو البوليس كل مره ويهجموا علينا. ليطو قال ليه انا ما غاديش نسكت على هذا الشيء حتى الحكومه دير لينا شي حل. الرئيس جاوبو قال ليه راك عزيز وغالي، ولكن الا درتي لي المشاكل في التجاره ديالي راه غادي نصفيها لك. وهي كتبان لينا واحد الطوموبيل خارجه من هاد العصابه ديال السود ومشارجي يرتاح، مشات لواحد البراج مداو منها لا حق لا باطل، الطريق مبيوعه كملات الطريق ديالها حتى وصلت عند واحد خونا اللي سميتو فالكو، واحد من المافيوزيين الكبار، وكيبان لينا العمال كيخرجوا من وسط البطيخ المخدرات وكيديوها لواحد المعمد باش تفرز مزيان. المساعد ديال فالكو مشى لعندو باش يعلمو باللي راه الشحنه راه وصلات. الزعيم قال ليه خرج دوي مع الناس اللي كيتسناو على برا وقول لهم واحد شويه راه غادي يعيط عليكم الزعيم واحد واحد. وداك الشيء اللي كان خرج لعندهم وقال لهم وجدوا راسكم راه واحد شويه الزعيم غيبدا يعيط بالواحد عليكم. الزعيم كان ناشط مع راسو وخرج كاع البنات اللي كانوا معاه في الغرفه من غير واحد البنت اللي كانت لابسه الموف اللي عجباتو، اللي شويه صدماتو جبدات واحد السلاح وبدات كتشدد فيه. ولكن الصدمه الكبيره باللي داك البنت كانت هي المحقق داميان وغير متنكر باش يطيح الرئيس ديال العصابه ودوك الرؤساء الاخرين اللي جايين يشريو من عنده المخدرات. داميان دوا مع الدعم باش يبداو الهجوم ديالو وداك الشيء اللي كان. يلا جاو يدخلوا للحانه على اساس راهم واحد اللجنه. المساعد جا كيجري بغا يعلم الزعيم، لقى داميان كيتسناه وضربوا بواحد المخدر وجابوا الكاو. داميان خرج متنكر وكيعيط على الرؤساء ديال العصابه واحد بواحد، واللي كيدخلوا للغرفه ما كاين غير خضر ليا البشر حتى جمعهم كاملين حدا بعضياتهم. داميان دوا مع الدعم باش يدخلوا والروينه ناضت وكل شيء خايف وهربان. داميان قدر يفرقع واحد النفق سري باش يخرج العصابه كامله، ولكن الحراس بغاو يدخلوا عليه الغرفه وبداو كيضربوا في الباب حتى قدو يحلوه، والدعوه غادا ترون عاوتاني. العصابه هاجمين عليه هو كيدافع على راسو بواحد اللوحه اللي كانت غاليه بزاف حيت عارف العصابه ما غاديش يبغيو يخسروها، واللي كيهجم عليه كيشربوا القهوه. خونا خطير سلخهم كاملين بلا ما تقاس ليه ديك اللوحه حتى كيسحب ليه راسو صافي راه ولات الامور مزيان غادي ما عليه ما بيه حتى هجموا عليه بالقرطاس وخونا قدر يتخبى منهم. بات ليه واحد فتحه صغيره مشى هرب منها، تدخل على واحد خوتنا اللي كانوا كيصايبوا واحد القنبوله اللي غير شافوا واحد منهم ويفعلها وباغي يتهنى من البلاصه كامله والجد. هي تنوض بالباله عاوتاني وما كاين غير ضربه من هنا ضربه من لهيه. داميان عيط للدعم وقال لهم البلان ديال القنبوله. الدعوه ترونات، الدعم لاحوا ليه واحد الغطا كبير اللي قدر يحولوا غير بالزز قدر يغطي به القنبوله قبل ما تفرقع. الدعم قدر يوصل عند داميان اللي كان قضى الغرض بوحده، غير خرج من تما لقى المدير كيتسناه وعطاه اللوحه، والمدير عطاه واحد اليومين باش ياخذ الراحه ديالو ومشى بحاله. شويه كيبان لنا واحد خونا اللي سميتو غاسمر اللي كتعتبر من الكبار المسؤولين اللي كاينين في فرنسا، مش سامع مع واحد المسؤولين اخرين وكيدويو على الحي 13 وباللي راه خاصهم يريبوه باش هكذا يقدروا يديروا مشاريع كبيره ويستثمروا فيها. ولكن هذا الشيء كامل باش يطرا خاص ضروري طرا شي حاجه اللي كبيره اللي تخلي الرئيس ديال فرنسا يقبل يهدم هذاك الحي. خدا من عندهم الفلوس وقال لهم عطيوني واحد اليومين وديك الساعه انا غادي نخلي الرئيس ديال فرنسا يقبل، وهكذا غادي نقدروا نديروا المشاريع اللي اتفقنا عليها. شويه كتبان لنا واحد طوموبيل كانوا فيها واحد جوج ديال البنات اللي كانوا ناشطين مع راسهم، حتى شويه هما يتبعتوا عليهم البوليس. السلام اش كديري يا بنتي هنا؟ وحده من دوك البنات دوات مع البوليسي وقالت لي حنا غير جالسين كنتسناو صحابنا غادي يجيو لعندنا، وهما كيدويو واحد الطوموبيل اخرى كبيره ديال الامن القومي كان فيها واحد خونا ضارب كاغول بدا كيفرقع في الكاميرات ديال المراقبه. غير سلام الكاميرات مشى عند البوليس اللي كانوا موقفين هذوك البنات، هبط منا واحد القرع اللي كان هو المساعد ديال غاسبر قال لهم والله تزتوا فيه، والبنات غير ناشطين مع راسهم وانتم واقفين عليهم، والله الا حشومه هادشي اللي كديروا. خلاو البنات يمشيو بحالهم، وفي نفس الوقت كانت واحد الطوموبيل بعيده ما ردوش ليها البال كانوا فيها شي دراري كان فيهم واحد خونا اللي سميتو سامير اللي كان كيصور هادشي كامل اللي كيطرا قدامه. داك القرع دوا مع البوليس وقال لهم يلا سيروا فحالكم راه عندكم ما يدار. يلا دوك البوليس مساكن غادي نركبوا، القرع هو يصدموا جبد واحد السلاح هو يقتلهم بجوج. سامير كيصور كل شيء وما فاهم حتى شي حاجه. من بعد القرع هز هذيك الطوموبيل ديال البوليس وداها لحي 13 وبالضبط البلاصه اللي فيها العصابه ديال السود. خوتنا غير شافوا طوموبيل وهما يسخطوا حيت ما كيحملوش البوليس. يلا بداو كيقربوا منها، القرع هو يضرب واحد
القرطاسه بالعاني. خوتنا هما يتحمسوا وبداو الهجوم ديالهم، الطوموبيل هو غربلوها مسكينه. قطع كان حاط واحد خونا اللي كيصور كلشي، والقرطاس كان مسموع في الحي. ليطو ضرب واحد طله حتى كيشوف بالمنظار ديالو باللي كاينه واحد الطوموبيل جاتو في شكال، والبلاكه ديال الطوموبيل مكتوبه فيها دايس. نمشيو عند داميان اللي كان يلاه فايق وكيوجد راسو باش يمشي للخدمه ديالو. شويه هما يدخل عليه القوات الخاصه وبغاو يشدوه. هو يلي اش طاري؟ داميان ما فهم والو، تدوى مع القائد ديال الفرقه وقال ليه باللي انت راه كتاجر في المخدرات. وجا واحد خونا من القوات جايب معاه واحد كيشبعه المخدرات. هنا داميان فهم باللي راه غادي يلصقوا ليه التهمه وباغيين يتهناو منه. في الجهه الاخرى الرئيس كان كيشوف الفيديو اللي صور القرع ديال العصابه ديال السود اللي كانوا كيقتلوا في رجال ديال الشرطه في الشارع. الرئيس ما عجبوش الحال وهضر مع قائد ديال الجيش باش يصيفط داميان ويمشي يشوف القصه من وراء داك الفيديو. القائد جاوبو قال لي داميان راه مشدود بتهمه المخدرات واقترح عليه يصيفطوا قاسمر هو اللي غادي يتكلف بالقضيه. الرئيس قبل ودخل عنده قاسمر وقال ليه غير كون هاني انا غادي نسيطر على الوضع. الرئيس وصاه قال ليه راه الفيديو ما خاصوش ينتشر حيت غادي يدير لنا حرب اهليه ويدير لنا مشاكل بين الناس. قاسمر قال ليه غير كون هاني. بدا داك الفيديو دا واحد من الرجال ديالو وقال لي انا بغيت هذا الفيديو ينتشر على كاع المواقع ديال التواصل الاجتماعي وداك الشيء اللي كان. الفيديو طلع دوندوس وكلشي كيشوف اش طرا. واحد من الرجال ديال العصابه كان مشدود عند البوليس اللي كان كيدوي معاهم وقال لهم العصابه راه ما يمكنش دير هذا الشيء وهاد الفعاير راه ماشي ديالنا. البوليس تعصبوا وما حملوش وخرجوه ويقتلوه قدام العصابه والناس كتشوف فيه في الشارع. قاسمر كان مرتاح حيت الخطه ديالو كانت غاديه مزيان. حتى جا عنده واحد من الرجال ديالو اللي كانت باينه عليه مقلق. قاسمر سولو قال ليه كلابه داك خونا قال لي اجي معايا تشوف. بداو كيشوفوا واحد الفيديو قال لي لقيت اللي حنا كنا كنقتلوا البوليس كانت واحد الطوموبيل اللي كانوا فيها واحد الشباب اللي صوروا كل شيء. وهنا قاسمر وطلع مع الصاد وعطى الامر للرجاله ديالو باش يجيبوا داك خوتنا اللي صوروا داك الفيديو قبل ما يتفتح المخطط ديالو كامل. النهار الثاني كيبان لينا ليطو هو كيدور في واحد السوق حتى كيبان ليه الفيديو اللي طالع دوندوس ديال العصابه. جا عنده واحد الدري اللي هو سمير اللي كان كيصور كل شيء هذيك الليله. عطاه واحد الكارت ميموار وقال ليه هنا راه كاينه الحقيقه ديال هذا الشيء كامل اللي واقع. شويه حتى كيبانوا لنا الرجال ديال قاسمر تبعوا سمير بغاو يشدوه. ليطو خدا ديك الكارت ميموار ويغيرها. الدري مسكين ما قدرش يهرب وشدوه القوات الخاصه وهما غاديين به. ليطو كيضرب على البلاكه ديال الطوموبيل ولقاها هي نفس البلاكه اللي شاف هذيك الليله من يسمع القرطاس. في الجهه الاخرى داميان كانوا مدخلين البوليس الزنزانه ديالو وداميان بحال الجن قدر دغيا يتلوى عليهم. خدا من عند واحد فيهم التليفون وعيط ليطو اللي ما كانش في الدار ديك الساعه ولكن خلى ليه ميساج فوكال وشرح ليه باللي راه لصقوا ليه واحد تهمه وعطاه البلاصه اللي مسجون فيها. قاسمر في المكتب ديالو عيط ليه واحد من الرجال ديالو قال ليه باللي راه داميان عيط لواحد خونا من صحابو اللي ساكن في الحي 13. قاسمر ما فهم والو وقال لهم ضروري تشوفوا لي هاد خونا شكون هو وعلاش بالضبط عيط ليه وخاصنا نجيبوه لعندنا ضروري حيت ما خصنا نخليو حتى شي دليل مورانا. ليطو كيبان لينا غادي لدارو ولكن حيت عارف باللي الدعوه غادي ترون في اي لحظه ضارب الاحتياطات ديالو وشد واحد الخيط اللي كان رابطو مع واحد الاله موسيقيه. علاش؟ ها نتوما غادي تشوف. هو كيشوف في الفيديو اللي عطاه سمير. ليطو تصدم كتبان ليه الحكومه كتقتل في البوليس باش هكذا طود الفتنه في الحي وهذا الشيء غادي يخلي الرئيس يعطي امر باش يهدموا الحي كامل. في نفس الوقت القوات الخاصه وصلوا للعماره ديال ليطو وهجموا على الرجال ديالو وقتلوهم. وليطو كيسمع الرسائل المسجله توصل الميساج فوكال ديال داميان وهنا ليطو فهم كل شيء باللي بغاو يتهناو من الحي وداروا الفتنه فيه وشدوا البوليسي اللي هو داميان اللي عنده علاقه مزيانه مع الناس ديال الحي. وهذا الشيء كيعني باللي الناس اللي قتلوا البوليس هما نفسهم هما اللي شدوا داميان ودخلوه للحبس. شويه حتى كتسمع الاله الموسيقيه عطات الصوت. هنا ليطو فهم باللي كاين شي واحد باغي يهجم عليه اللي هما القوات الخاصه. فرقوا عليه الباب وهنا الدعوه غادا تبلبل. هرب معلم ليطو بحال الزوار صد واحد الشرجم ومنع راسو منهم وعياو معاه ما صوروا حتى شي حاجه. خونا حافظ الحي كامل ضارب دار زنقه زنقه تقدر يهرب الجهه الثانيه ديال الحي. القوات الخاصه كانوا بزاف بهم بحال فين تيشدوه اليوم ويديهم معاهم. صد واحد السوق وهرب لهم منه دخل واحد الزنقه اللي كانت مضيقه بزاف. الطوموبيل ديال القوات الخاصه تبلوكات تما وقدر يمنع راسو ويهرب. العصابه ديال السود ما تسرطاتش لهم داك البلان ديال البوليس اللي قتلوا لهم صاحبهم قدامهم. الرئيس ديال السود مشى قصد دينا المقر ديال الشرطه هبط من الطوموبيل حيد واحد الباش وصيفط لهم واحد الصاروخ وكتسمع هذيك بوم المقر رجع من الماضي. المساعد ديال قاسمر عيط ليه وقال ليه باللي راه ليطو راه هرب لينا اخونا راه ماشي بنادم وراه جن الشاب. قاسمر قال لهم ضروري خصكم تشدوه حيت بغينا نعرفوا شكون هذا خونا هذا اللي داميان كيتيق فيه وعيط ليه. ياك المرضي وبغيتي تعرف علاش وانا نقول لك اخويا مالك زربان. ليطو مشى للمركز ديال الشرطه اللي شادين فيه داميان. السلام عليكم. عليكم السلام. قال بضيف الله مرحبا سيدي ضيافه ندبي 3 ايام ولكن ضروري خصك دير شي حاجه باش نكرمو وهي الاولى وما طلبتي غير الموجود. ايوا هاك الفقيره تموت. البوليس غير شافوا الرئيس ديالهم تضرب وهما يطيروا على ليطو وشدوه دغيا وهما مدخلينه الزنزانه ديالو. خونا قدر يقفلهم ومنع راسو وهرب نيشان مشى يعتق داميان. غير حل عليه الباب داميان بغى يطير بالفرحه. يلا فاتوا الزنزانه بشويه وما يدوروهم الحراس. الدعوه ترونات ديال بصح قدروا يسلخوهم وهربوا من جهه السانسور. الرئيس كيشوف في التلفازه باللي الدنيا مرونه عنده جهه الحي 13 بسبب الفيديو اللي انتشر. الرئيس ما قدرش ياخذ شي قرار نهائي تنقص
هز قاسمر وقال ليه راه ضروري خصنا نخويو الحي، يتجمع علينا غير تجار المخدرات والاسلحه، وملي غادي نحيدوه غادي نبنيو مشاريع استثماريه كبيره اللي غادي تجيب لنا فلوس صحيحه. الرئيس اعترض حيت بقاو فيه الناس اللي ساكنين تما وما عرفوش فين غادي يمشيو. قاسمر قال ليه هذا هو الحل اللي كاين قدامنا دابا. الرئيس طلب منهم يلقاو ليه شي حل اخر، ولا دازت 6 سوايع غادي يضطر يفرقع المباني الكبيره اللي كاينه في الحي. نرجعوا عند حبابنا داميان وليطو اللي كانوا مخبيين. ليطو بدا كيشرح ليه بلي الحكومه راه عندها ايد في هادشي كامل اللي طاري، حيت بغاو يهدموا الحي ويديروا فيه مشاريع كبيره اللي غادي يستثمروا منها وغيضربوا منها العاقه ديال بصح. وهضر ليه على الفيديو اللي تماشوا فيه الرجال ديال الشرطه، وقال ليه راه ماتوا على ايد واحد الفرقه اللي عندهم واحد الطوموبيل كبيره اللي عندهم واحد بلاكه اللي سميتها دايس اللي هما الامن القومي. داميان صدم، الفيديو كاين ولكن خاصهم شي دليل باش يثبتوا باللي قاسمر هو مول الفكره وعنده دخل في هذا الشيء كامل. داميان قال لي راه خاصنا ضروري نمشيو للمكتب ديال قاسمر ونقدروا نلقاو فيه شي حاجه اللي تعاوننا. خوتنا ما كيعرفوش المستحيل، داخلين بلا خطه بلا حتى شي حاجه، والله عمال اي واحد غادي يقرب ليهم. الحراس غير شافوهم بداو يهجموا عليهم. واش من نيتكم؟ الروينه لاضت. واحد اللحظه اتفقوا باللي داميان غادي يبقى غير بوحدو، وليتو غادي يمشي للمكتب ديال قاسمر باش يقلب على شي دليل اللي غادي يعاونو. داكشي اللي كان. داميان اللي كيجي عنده كيشربوا القهوه وما كاين غير سكيبي خي عبد السميع. ليتو قدر يوصل للمكتب ديال قاسمر، دخل مخرج عينيه كيجر في الكابليات حتى وصل لواحد الديسك ديال البيسي ديال قاسمر، دخل بكل ثقه فيدو ومشى بحالاته. داميان مازال كيسلخ لينا في عباد الله، واللي كيضربوا كيطيحوا الكاو. توقف عليه المساعد ديال قاسمر اللي كان سميتو رولاند، جبد السلاح وبدا عليه راه خاصك تسلم راسك. داميان جاوبو قال لي انت بالضبط عارف باللي انا ما درت حتى شي حاجه. رولاند ما عقلش عليه وبقى غير كيضحك. يلاه كان ناوي يتيري فيه حتى وقف عليه ليطو وجر داميان ونقزو بجوج من الشرجه، ركبوا في واحد الطوموبيل وما كاينك سيري تعيش. وهما هربانين البوليس كانوا محاصرينهم وما لقاوش منين يهربوا، ودخلوا بالطوموبيل ديالهم من المقر ديال البوليس، واللي جا قدامهم الله يرحمه تبان لهم واحد الصوت قدوا يفرقعوه وهربوا منه. المساعد عيط لقاسمر قال لي باللي الديسك ديال البيسي ديالك راه شفروا ليطو داميان. خونا تعصب وطلع مع الصاد وطلب منهم يقتلوه في اقرب وقت. العسكر بدا كيضغط على الناس باش يقويو الحي باش هكذا يقدروا يفرقعوا المباني اللي فيه. ليطو وداميان مشاو عند واحد العصابه ديال الاسيويين اللي معروفين بانهم اكثر هاكر كاينين في الحي، اللي كانت شاده واحد البنت اللي سميتها طاو. الاول ما بغاش تعاونهم حيت داميان بوليسي، ولكن داميان شرح ليها باللي هذا الشيء اللي كاين في الديسك دير راه غادي يعاون الحي وبزاف. ملي حلوا الديسك دير كتبان لهم باللي الحكومه معلمه الابراج ديالهم اللي كاينين في ذاك الحي، وهما كيدويو حتى جا واحد من العصابه ديال طاو وقال لهم باللي كاينين واحد الطيارات كيدوروا فوق الحي ومخدمين الليزر. وهنا داميان فهم باللي الحكومه غادي تنفذ الخطه ديالها نهار الثاني وضروري خصهم يديروا شي حاجه. طاو قالت لهم يعيطوا على العصابات اخرين اللي كاينين في الحي، وهكذا كاملين غادي يقرروا يعرفوا شنو غادي يديروا. ملي تجمعوا العصابات كاملين عندها شرحات لهم الخطه ديال الحكومه. العصابات اتفقوا وقبلوا يشاركوا معاهم، وداميان عطاهم الخطه باش يدخلوا للمقر الرئاسي ويعتقوا هاد الكارثه قبل ما بداو الخطه ديالهم. اول حاجه بداو كيديروا هي كيحداو الحراس باش يشوفوا الوقت المناسب باش يهجموا على القصر، وفي نفس الوقت القوات ديال الامن القومي جابوا واحد الحقيبه اللي فيها لوحه ديال المفاتيح اللي كتحكم في الصواريخ وجابوها قدام الرئيس. ليطو العصابه بداو الهجوم ديالهم على المقر الرئاسي، وخاصهم ضروري يدخلوا باش يوصلوا الحقيقه للرئيس الفرنسي اللي كان كيضغط عليه قاسمر باش يخدم الصواريخ، وكانت باينه عليه متردد بزاف. ولكن قاسمر بدا عليه كيقول لي راه الحي فيه العصابات وصحاب المخدرات اللي ما كيحترموش القانون. قاسمر خدام كيوسوس للرئيس ودير بحال الشيطان وبغى يبدا المهمه. الرئيس كان متردد وطلب من القائد ديال الجيش باش يتاكد باللي واش كاع الناس خواو الحي او لا مازال كاين شي واحد. ليطو العصابه منوضين مع الجيش وطيح اكثر من نايض. واحد من العسكر مشى عند قاسمر وقال لي باللي راه العصابات هجموا علينا. قاسمر طلب من المساعد ديالو يمشي يشوف شنو طاري. طاو كانت عايشه الحياه، ضاربه الموسيقى في ودنيها وخدامه كتسلخ لينا في العسكر واللي كيجي بسم الله. داميان مشى للغرفه اللي فيها الرئيس توقف عليه المساعد ديال قاسمر. داميان قال لهم صافي غير سيروا خليه ليا. يلا قرب حداه ضربوا واحد الضربه كانت كافيه تسالي الكومبا قبل ما تبدا، وزاد كمل عليه واحد الصليع ضربوا بواحد الدماغ وجابوا الكاو. القائد ديال العسكر اكد الرئيس باللي راه الناس راه خواو الحي كامل. خونا ما فهم والو. الرئيس دخلوا الشك حتى يلاه داز الساعه على هاد الهضره وهما كيدويو داك الرئيس مازال كيضغط عليه. يلاه وجدوا ليه اللوحه ديال المفاتيح باش يعطي الامر الصاروخ يفرقع الحي. تدخلت العصابه كامله اللي كان معاها ليطو وداميان. داميان بدا كيشرح الرئيس باللي هاد الشيء كامل راه خيانه، وليطو وراه الفيديو ديال قتل الشرطه وقال ليه باللي راه الامن القومي هو المسؤول على هاد الشيء كامل. قاسمر ما قدش يصبر ويهجم على الرئيس وبدا كيهدد فيهم. ليطو مشى خدا لقاسمر السيجار ديالو باش هكذا يشتت التركيز، وداك الشيء اللي كان شتت ليه التركيز ديالو. داميان نقص عليه وهكذا قدوا يمنعوا الرئيس. قاسمر بقى غير بوحده، ولكن العصابه كل واحد سلم عليه بطريقته. تجمعوا في واحد الزربيه وغيصيفطوا اونبورتي للحبس. الرئيس طلب منهم السماح وسولهم واش محتاجين شي حاجه. ليطو جاوبوا قال لي حنا راه ما عندناش مشكل تفرقع الحي كامل، ولكن خاصكم تعاودوا تبنيوه من جديد وتوفروا لنا مدارس ومناصب ديال الشغل باش هكذا الناس تبعد على المخدرات. الرئيس قال لي غير كون هاني وخدم هذيك اللوحه ديال المفاتيح وصيفط الصواريخ ودمر الحي كامل، وعين داميان هو اللي غادي يكون مشرف على اعاده البناء ديال الحي.
الحي. وحتى لهنا انتهت القصه ديالنا، واتمنى تكون عجباتكم. شاركوا في القناه وتسناونا في قصه جديده مع فيديو جديد. السلام عليكم وتهلاو.